الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. طبعا اتصل عليا اخ من الاخوه، انا معايا توكيل من حزب الحريه والعداله الدكتور محمد مرسي. اكيد طبعا بناء على الاتصال ده كان بيقول لي ان فيه اخ ضرير وكده القاضي ما رضيش يوقع له، فراحوا الزملاء برضه للاخ الضرير البيت وتاكدوا فعلا من الواقعه نفسها. جيت انا بنفسي هنا، دخلت اللجنه لقيت ازدحام شديد، وبناء عليه سالت ليه الزحمه دي يا جماعه؟ قالوا القاضي بيمشي يعني بطريقه مستفزه جدا، واحد بواحد ببطء جديد بس. ف يعني بسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يعين مصر واهلها على فعل الخير ان شاء الله. حضرتك انا دلوقتي الجيش جه، الناس جت من الداخليه جت، ايه اللي اتخذ دلوقتي؟ في رد فعل كويس جدا من الجيش فعلا والشرطه، يعني هدوا الوضع شويه وفيه بدات الحركه تمشي زي ما كانت، وخير ان شاء الله تعالى. وبالنسبه للحريم اللي كان حاجزها، كان حاجز 2 ستات، كان حاجز واحد عامل له محضر فيه. المباحث تعاملت مع الامر ده بكل سهوله ان شاء الله وهيحلوه ان شاء الله، لكن يعني اذا استمر الوضع ده يعني مش هيكفوهم للفجر النهارده، لان الناس الحركه برضو مش هي اللي بتمر بكل اللي جام في سموسطه في بلادنا هنا. ايه رايك في الاصوات ان 1058 امبارح فقط لا غير، وكان في برضه تباطؤ امبارح جدا جدا ومحدش جه ولا حد اتكلم في الموضوع ده غير النهارده؟ بناء على ان مفيش حد بلغ اللجنه العامه نفسها، فالامور دي لما تبلغ اللجنه العامه وعدتنا ان شاء الله احتمال يبعتوا قاضي اخر ولا حاجه، فيا ريت يعني يصدقوا معانا ان شاء الله القول ويبعتوا ان شاء الله. طب مش كان المفروض ان يبقى في 2 قاضي من اول يوم القعده؟ دي ترتيبات تبع القضاه طبعا، هم ادرى بيها، هم اللي ادرى بالترتيبات دي، احنا ما نقدرش نتحكم فيها بصراحه. ماشي، شكرا يا شيخ، شكرا، السلام عليكم.